السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. طريقتنا النهاردة بقى لتحمير دبابيس الفراخ او اي نوع من انواع الفراخ، ممكن صدور او فرخة كاملة تقطعيها 8 قطع وهتبقى بنفس الطريقة وهتبقى معاكي زي العسل. عملت النهاردة انا معاكم دبابيس الفراخ معاها ملوخية ناشفة وصينية بطاطس ورز بشعرية كده زي العسل. يلا بينا نشوف طريقتنا ومقاديرنا. عندي بقى دبابيس فراخ زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وعندي طماطم وعندي بصل وعندي التوابل بتاعتي، حبهان وورق لورا وفلفل اسود وملح. التوابل بقى اللي بتفضليها، ممكن مكعب مرقة. عندنا بقى الفراخ بتاعتنا، احنا نقعينها لمدة ساعتين 3 في مية وملح ومعلقة من السكر. والتوابل بتاعنا زي ما قلت لكم. انا عندي بقى الفراخ بتاعتي انا بس يعني بسويها 3/4 تسوية. ما بحبش ابدا اعملها نية، بيكون جواها دم، وبتكون نية مهما تنقعيها ومهما تتبليها بتكون نية من جوه، ما بتكونش لطيفة خالص. اول حاجة انا هسويها منها فيها كده تجيب ميتها وبعد كده ترجع تشرب المية بتاعتها تاني. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي حلوة قوي قوي، وبيكون طعم الفراخ فيها كمان، وبيكون طعمها غني غير لما بتكوني سلقاها. هنحط بقى التوابل بتاعتنا على الفراخ بالشكل ده. انا عندي كيلو من الدبابيس، ممكن كمان فرخة تقطعيها زي ما انت عايزة، او ممكن يعني نبات عادية اللي هي ورك وصدر والكلام ده عادي جدا، ممكن تعمليها بنفس الطريقة بتكون حلوة قوي برضه. انا نزلت كده في الحلة بتاعتي بالتوابل وكمان بالدبابيس بتاعتنا. انت بقى لو محتاجة شوربة بتشيلي بقى الفراخ بتاعتك وتزودي مية، بتطلعي احلى شوربة، وبيكون طعم الفراخ كمان غني معاها، وبيكون طعمها لذيذ جدا. اخدوا تشويحة بقى مع بعض كده الفراخ والتوابل، وريحة التوابل بتاعتي طلعت معايا. هنزل بقى بالطماطم والبصل عليها واهدي النار عليها خالص، انا ما بزودش مية خالص، هي بتجيب مية من عندها وبترجع تشربها تاني وتستوي. حبيتي بقى يعني تزودي مثلا ربع كوباية مية ولا حاجة هتزودي. عندي بقى الخلطة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، عندي نشا ودقيق، وعندي التوابل بتاعتي معلقة من الكركم او الكاري، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود، يعني التوابل بتاعتنا. وبتعجني الخلطة دي بشوية مية ساقعة. انا تقريبا المقادير بتاعة الخلطة دي الفيديو اتحذف مني، بس انا قلتها يعني دقيق ونشا والتوابل بتاعتك. وعندي اهي التوابل التانية هي نفس التوابل برضو، نشا ودقيق وكركم وبابريكا وملح وفلفل اسود. خلطة حلوة جدا جدا. وكمان الخلطة دي هي خلطة الاستريبس اللي هي شرايح الصدور بتاعة الفراخ، هي نفس الخلطة، حلوة جدا جدا في التحمير. الخلطة بتاعتنا ما بتكونش سائلة قوي ولا تقيلة قوي، يعني بحيث ان هي تمسك في الفراخ بتاعتنا. شايفين ماسكة معانا ازاي؟ هشيل بقى بالشوكة علشان معجنش الدنيا في الدقيق والنشا بتاعتي في الطبق التاني. هبدأ بقى ابدر عندي الدبوس بتاعي زي ما احنا شايفين كده. فين كمان ما شاء الله حجم الدبوس بيتضاعف معايا يعني يعني يكفي عزومة كيلو الدبابيس ده يا جماعة. بما ان بقى غلاء الاسعار شغال وما شاء الله علينا، يعني الحمد لله فضل ونعمة احنا فيه يا رب. فده ممكن ينفع ناجب يعني. تاني بقى نعمل واحد كمان. لو اول مرة تشوفي قناتنا قناة ارياف ومدن، ما تنسيش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك. هستنى تعليقاتكم الحلوة وتقولي لنا بتحمري الفراخ ازاي. طبعا في طرق كتير جدا جدا لتحمير الفراخ، بس انا بحب الطريقة دي قوي. وكمان في طريقة تانية اللي هي بتعملي صلصة وفلفل وفصين من التوم كده، وتحطيهم على الفراخ وتحطيهم تحت الشواية ومعلقة زيت ومعلقة خل كده، بيودوا الفراخ كده في حتة تانية خالص. ده لما تحطيها تحت الشواية من غير اي توابل من غير اي حاجة، بيبقى بصراحة الطعم مش لطيف.
يا رب حلقة النهاردة تعجبكم وتكون مفيدة ليكم. متنسوش بقى اشتراكات للقناة، القناة هتكبر بيكم ومعاكم إن شاء الله بإذن الله. طبعًا إحنا ماشيين خطوة، خطوة علشان خاطر البنات الصغيّرين اللي لسه بيتعلّموا بيدخلوا المطبخ جداد، يتعلّموا معانا خطوة بخطوة الشغل المطبخ على أصوله. ربنا يا رب يوفقهم. بنضغط كده على الفراخ بتاعتنا علشان الخلطة بتاعتنا يلزق فيها الخلطة بتاعتنا الحلوة دي، وعايزة أقول لكم طعمها حلو جدًا، جدًا. حابة تشيلي الجلد خالص وتعملي نفس الطريقة برضه حلوة أوي، بس الجلد بيساعد إن الخلطة بتاعتنا تمسك شوية في الخلطة بتاعتنا تمسك في الفراخ يعني. تعالوا بقى نقلي الكلام الحلو ده مع بعض. عندنا بقى زيت كتير بما إن الزيت غالي اليومين دول، فإيه الفيديو ده يا جماعة قديم، بصراحة الفيديو ده قديم، يعني قبل غلاء الفراخ وقبل غلاء الزيت. المهم ندخل في الفيديو. حطينا بقى عندنا الزيت بتاعنا سخن زي ما إحنا شايفين كده. ونزلت بالدبابيس بتاعتنا. هي ما بتاخدش كتير في القلي، يعني لونها بيحمر بسرعة جدًا، بيبقى اللون الدهبي الحلو معاكِ بسرعة، علشان كده أنا مدياها 3/4 تسوية أو ممكن تسوية كاملة كمان. يعني عارفين إن اللي هي في ثواني بتلاقي نفسِك عايزة تقلبيها على الناحية التانية. فالناس بقى اللي بتعملها من غير تسوية ده أنا مش عارفة بصراحة بيسووها إزاي، بس بكل مصداقية الطريقة دي حلوة جدًا، جدًا، و هتعجبهم إن شاء الله. شايفين بقى ما شاء الله الدبوس طالع معايا فرخة كاملة. عندنا الدبابيس بتاعتنا خلصت أهي، ما شاء الله زيناها كده بقرن فلفل كان عندي في التلاجة، يعني ما فيش أي خضرة بقى ولا الكلام ده، لأ إحنا عندنا دبابيس قمر أهي. شايفين بقى حجم الدبوس عامل إزاي ما شاء الله. والخلطة حلوة جدًا، وعايزة أقول لكم إنها مقرمشة، أنتِ ممكن تتحكمي فيها. لو عايزاها مقرمشة بتسيبيها شوية على النار وبتهدّي النار عليها شوية عشان تطلع مقرمشة معاكِ. عايزاها طرية بت بتطلّعيها على طول. المهم عملنا معاها بقى ملوخية ناشفة، عملنا صينية بطاطس، عملنا رز بشعرية. أنتِ ممكن تغيّري المنيو ده خالص، تعملي بقى شوية محشي حلوين، تعملي بقى شوية مكرونة، اعملي اللي نِفْسِك فيه. وبكده خلصت حلقتنا. يا رب حلقة النهاردة تكون عجبتكم من قناتكم وقناتنا قناة أرياف ومدن. ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيكم، علشان التعليقات بتشجعنا ان احنا نستمر ان شاء الله. وعيد سعيد عليكم ورمضان كريم، وربنا يكتب لنا الخير جميعا يا رب ويرزقنا من فضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.